عايزين يتعشوا بره برجر وانا موجودة؟ لا لا لا. قمت عملت صينية برجر زي ما انتوا شايفين. ايوه، صينية برجر بصوص كده خطير بالطماطم والبصل المشويين، وكمان بشوية جبن وصوص كده خطير عاملينه في البيت. عايزة اقول لكم بقى كده وفرت في فلوسك، وكمان البرجر بتاعنا بالفول الصويا. عايزة اقول لكم وصفة خطيرة. ايه رأيكم بقى في البرجر الحلو ده؟ يلا لايك ومتابعة لتيتا، وتعالوا اقول لكم انا عملته ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين بس جماله. يلا بينا بقى، صينيه كده فيها كام بصلايه كده اقطعهم جوانح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ويلا بينا بقى بعد ما قطعناهم كده جوانح، شوية زيت صغيرة جدا، معلقة مستردة على معلقة مايونيز على معلقة كاتشب، وقلبهم مع بعض كده. وكده عملنا صوص خطير للبرجر، وشوية مخلل بقى وشوية خس وشوية طماطم كده مقطعينهم طرنشات. خلاص كده البصل مستنيينه كده يتكرمل. ومعانا بقى النهاردة برجر الفول الصويا اللي عملناه قبل كده على الصفحة، وطلعته من الفريزر زي ما انتوا شايفين. والبصل مستنيينه يتكرمل، وكمان شوية شيبسي بقى، شوية بطاطس محمرة، ملح وفلفل اسود وشوية ايه فابريكا، وروحي ايه حطاهم على البصل كده ومشوحاهم. والم البصل كده على جنب، وابدا بقى اشوح البرجر بتاعي على الجنبين. انا مش بسوي هنا ايه يا جماعه البرجر، واروح مشوحاهم زي ما انتوا شايفين، وابدا اجمعهم على جنب. عايزه البرجر بتاعي يتطعم بالبصل المكرمل، واروح بقى شايلاه ونازله عليهم كمان بالطماطم اشوحها معاهم عشان تتكرمل هي كمان. خلاص كده حلوين. نزلت بالطماطم زي ما انتوا شايفين واتشوحت كده وايه، وخدت من البصل زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هروح بقى مسويه الخضار بقى في الصينيه زي ما انتوا شايفين، ونازله عليه بالبرجر وشويه نعناع كده فركهم. واروح حاطه نص كوبايه من الميه. النهارده هنسوي البرجر بنص كوبايه من الميه، وعليهم شويه جبنه كده شيدر، واسيب الوصفه بتاعتي تستوي خالص لغايه اما الصوص بتاعنا يتشرب خالص. وبعد كده ابدا اخد من ايه من تحت الصوص ده، واحط البرجر واعمل طبقات البرجر بتاعتنا زي ما انتوا شفتوا كده في الاول، اللي هي بقى عبارة عن ايه، عن البصل والطماطم المتكرملين. زي ما انتوا شايفين هحط كمية حلوة كده، وانزل بقطعة البرجر، وطبعا الجبنة محطوطة عليها، والصوص الخطير اللي احنا عاملينه، وهنزل تاني عليهم بالبصل والطماطم المكرمل. واحط بقى قطعة من الخس، واغطي بقى البرجر بتاعك وبألف هنا. وتفضلوا بقى معايا، واشوفكم على خير. وما تنسونيش بلايك ومتابعة عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.